في الفصل الذي قمنا به لمترشحي الحان وشباب في 2009 في مدينة ورقلة تحصلنا على مجموعة غير منتهية من المواهب، ولكن الموهبة التي حققت إحرازا ونجاحا باهرا في الحفل الفني الأخير هو الفنان والمطرب الجزائري الشهير محليا عبد الله تعالى. تفضل عبد الله تعالى. بعدين في نقول لكم هذا المشروع اللي يحكون الاخوان المصريين حابين نقول لهم اللي راهم ما يقولوش الجزائري معهم مسلم وما يقولوش الجزائريين اللي حاطين الموارد، يعني نبين لكم اللي يغنوا يغنوا مصري يغنوا الجزائري يغنوا طلياني يهودي يهندي يعملوا لنا كل عربيه. وفي الشيء الذي حقا أظهر لجنة التحكيم هو القدرة الفائقة التي يتمتع بها عبد الضابط في تقليد الأصوات. عبد الله، هل يمكن أن تقلد لنا صوت شاب خاص؟ طبعا يعني هذا كثير من أي أغنية. كوفي سنيت سنيت با يا لي عشت في بوا وفي هذا الرقابة الديمقراطية الخاصية المحلية ليس التقليد يقوم به في الأغاني العاطفية ولا الأغاني الرجالية فقط، بل حتى الأغاني الرقص. يعني يقول يعني الشاب يعني لطفي حاله يعني لطفي يعني إيمان كيلو يعني يغني الراب يعني يقدم الشعور الجزائري في أغنية يعني معنى يعملوا أغنية على الشباب هذا المستقبل. يا ويلي ويلي عالشيل يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي وش يدير يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي وش يقول يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي عنا قول العالم الثاني يعني يحسن بيقولي يقول لي إسرائيل كان حرامي من 10 الساعة في شبابي نفس الفلاش عيش ما تمشي تقول بيبي ودا حصل لك كاش وجهه ما يعرفوا الكريز هذيك سميه واعر عفر ولا كريز صحونا كريز والدار كريز تركي حد عليك من أجل يوم ما فوقي الحديد وكيما قسم الأسد التباش بيت يعرف شو ما تقول فات يبقى في بعض البوزيسيون دومينار لنا نحسن بالماء والدولي يمشي مطلوب يصل بالله يصل عقلية يعني لا داعي يعني الأغنيات الحقيقة يعني كل لا الله خليني كذا نقدم لنا كلمة أخيرة للتلفزيون والجمهور الذي يعني هذا الأغنيات التي يعني كثير من الأغنيات مثلا أغنية الضوء لا بأس أن نقدم نبحث أولا نبدأ بالأغنية الضوء. لا ما بيجي أحلام وبيضان قولوا لي لا مقولة من لا تكلها مقولة من لا تكلها لا عمري أنا للحفاظ يعني يوم كثير الأغاني يعني أغنية جورج وسوف يعني لما نغني يمكن أنفاسك العطر السحير حبيبتي طيب دائرة الخزان مغرار والورد من خديك يسوق لونه وفي شطائق خير يعني كثير من الأغنيات يعني بالنسبة مثلا لا بأس أن نقلدها لكنها تحتاج كثير من ركعة الصوت لتبدو يعني واقعية. لو تعرفوا لم يوجد تسلموا للأيام يأكلوا من الليل والمنام ملاك المنام من تعرفون
لنا أغنية أغاني مختلفة عن ذلك تفضل لنا أغنية أغاني الحقيقة يعني أنا لا أستمع بما أغنية مصرية. نعم. أنا لا أستمع بما مصرية منذ البداية والآن لا أقول يا من البداية. على الحقيقة الأمر كنت أقول واجبي وأن أعيش جزائرية وأصلت في الجزائرية ولكن لا أصلت حقا لأغانيك التي بدأت الشاب حسني. يعني الشاب حسني هذا يعني شاب مغني معروف قديم ولا بأس أن نقدم أغنية الشاب حسني. يعني نقدم يبحث الموسيقى العفوية للغناء لا بأس أن يعني إن شاء الله احنا وصلنا بسنة 2010 ثم حينما كنا في الجزائر يعني يحتاج كفنان يعني لو تنظر للفنان الذي يعني يجتهد في الغناء يجاه يعني عنده معرفة يعني هم الحقيقة ما يعرفوش قيمة يعني الإنسان يعني لا نقول إنسان بسيط كما قال الإنسان المصري يعني إنسان بسيط يعني يلبس يدخل لا بأس به يعني ولكن الحقيقة يعتمدون أن نقول يعني الإنسان القليل يغني ولو لا يدرك القيمة التي تؤهله ليكون فنان هذا هو الأمر الواضح لذلك نحن نقول للدولة الجزائرية لا تستحق بشأنه وأن هناك كثير من البلاد الذين يستحقون به وكم من إنسان يعني اتصف به في الماضي هذا هو الأمر الذي أردنا أن نعبر عنه وشكرا. أنت مشكور أستاذ عبد الله العراق وفي الأخير نتمنى من كل السلطات الجزائرية أن تهتم وتمد الرعاية التامة لهؤلاء الفنانين أن توفر لهم كل الاستديوهات وكل الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم أفضل العروض الفنية محليا وعالميا. وفي الأخير انتظروا منا المزيد في 2010.